متخيلة أختي ممكن تبقى حقودة لأي درجة. أنا عندي 26 سنة متجوزة، وكنت لسه عارفة إني حامل. أنا وجوزي كنا طايرين من الفرحة، بس أختي الكبيرة بسمة ما كانتش طايقة نفسها. لما قلت لهم إني حامل، أمي ابتسمت ابتسامة مجاملة، وأبويا بارك لي ببرود، وأختي يا دوبي بصت لي وقالت: لحقتي؟ ليه مستعجلين كده؟ بعد كده أي كلام عن الحمل كانت لازم ترمي فيه تعليقات مؤذية، وأهلي كانوا بيسمعوا الكلام ده وساكتين. ده كان السيستم بتاعها، تضرب ضربتها والكل يبص لي عشان يشوفوا هجروا أرد ولا لأ. لو سكت يبقى هي انتصرت، ولو اتكلمت يقولوا عليها بتاعت مشاكل ودراما. في يوم عزمونا على العشاء، أختي عملت عرض كبير قوي وهي بتطبخ، بس أنا ما اهتمتش الصراحة للموضوع. أخدت الطبق وبدأت آكل، ومن أول قطمة طعم الأكل كان غريب، مرارة في حلقي وتقيل على معدتي. جوزي سألني: أنت كويسة؟ قلت له: تمام. بس بعدها إيدي بدأت تترعش ووجع شديد في بطني، والدنيا لفت بيا. زقيت الطبق وقمت عشان عاوزه أمشي في هدوء. جوزي قام فورا، جاب شنطتي وأخدني على العربية وطار بيا على المستشفى، وأنا حاسة نفسي هموت. في المستشفى الدكاترة قالوا لي إني أكلت حاجة عملت لي رد فعل خطير، ولحقوني بسرعة. بس الدكتور قالها لي صراحة: لو كنت اتأخرتي شوية الموضوع كان هيقلب بكارثة. بالليل جوزي كلم أهلي وبهدلهم، قالهم إن بنتكم عرضت حياتي وحياة ابننا للخطر. أمي قالت: بس هي ما كنش قصدها حاجة. وأبويا قال: ما أنت بقيتي كويسة أهو، جرى إيه؟ ده كان كل همهم، طالما لسه بتنفس يبقى مفيش مشكلة. أختي ما اعتذرتش أصلا، دي قعدت تضحك وتقول إني مكبرة الموضوع. في قرايب كلموني يطمنوا عليا، وقرايب تانيين بدأوا يبعدوا عن أهلي وأختي، بس أهلي فضلوا يتعاملوا معايا على إني أنا اللي بعمل مشاكل. لحد ما خالتي كلمتني، سمعتني للآخر وقالت لي بمنتهى الهدوء: أنت لازم تعملي محضر في الشرطة. دي كانت أول مرة حد من العيلة ينطق الحقيقة. ده مش مقلب ولا سوء تفاهم، دي جريمة. لما أهلي عرفوا إني هبلغ الشرطة ما كلمونيش يطمنوا عليا، كلموا جوزي وضغطوا عليه عشان يوقفني، بس هو قفل في وشهم. الدليل الحاسم كان جوز أختي، هو بيشتغل في صيدلية، ولما واجهها انهارت واعترفت إنها سرقت دواء من الصيدلية وحطته في أكلي، وكل ده بس لأنها ما استحملتش إني أبقى حامل قبلها. أنا عملت بلاغ ضدهم، ومعايا شهادة جوزي وكلام جوز بسمة. أهلي طبعا اتجننوا، أنا قطعت علاقتي بأهلي تماما. في قرايب لسه بيكلموني، وفي ناس قطعت. أختي كانت عاوزة تعاقبني عشان هبقى أم قبلها، بس الحقيقة هي ضمنت إنها عمرها ما هتشوف ابني ولا هتدخل حياتنا تاني.